السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض العدس بطريقة حلوة. هنحط كده 5 طماطمات صغننين كده، نحطهم بحالهم وهيتسلقوا وهنشيلهم، وهنقطع نخرط بصلاية عليه، بصلاية وسط كده صغننة مش كبيرة يعني، عشان البصلاية هي اللي بتطعمه. تمام كده، حطينا البصلايه، نسيبهم بقى كده ايه، ياخدوا مع بعض كده، ياخدوا ويدوا بشكل ودي مع بعض. هنا بقى الطماطم استوت، هشيلها واضربها في الكبة، تبقى حلوة وهي مسلوقة كده، وبعد كده تضربيها في الكبة وهنرجع نحطها تاني عليه. نحط معاه ملح وكمون عشان العدس بيحب الكمون. ده كده بنعمله زي ايه، زي ما تكون ايه، فول متدمس، بس بيبقى طعمه جميل اوي والله العظيم. جربوه مش هتندموا. بعد بقى ما ضربنا الطماطم في الخلاط، حطيناها عليه ونسيبها على النار بقى تستوي معاها شوية، او بمعنى اصح تتسبك معاها شوية. نحط كمون وملح، وبعد ما يغلي مع بعض بقى نحط له ايه، الملح اهو، ونحط له حبة توم. لو عندك بقى بتحبوا الحاجة الحراقة، دقي مع التوم دوت قرن فلفل، يا خراشي على الجمال والريحة والطعم. لكن انا عشان الحاج صاحب البيت ما بيحبش الحراق، ما اقدرش ان انا اقطع معاه. هنا بقى بعد ما خلصناه قدحنا السمنة. بصوا شايفين الطشة الجميلة دي، طشة من غير تومة بس بتبقى تحفة خرافة. نقلبه كده كأنك عاملة فول بايه، بالسمنة، بس طبعا العدس بيبقى طعم غير، حاجة تانية خالص يعني. تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله، عشان اي حاجة بنزلها توصل لكم على طول. هنا بقى نغرفه. طبعا بغرف لي انا وجوزي بس، عشان اغلب الوقت بنبقى انا وجوزي اللي بناكل مع بعض. ابني الصغير بيبقى هنا، وولادي ربنا يهدي سرهم في بيوتهم، فاغلب الوقت ببقى قاعده باكل انا والفرعون الصغير الكبير مع بعض. ده شايفين بعد ما اتغرف، والليمون اللي انا خللته معاكم خلص، وخللت تاني قسما بالله. متنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. من يوميات هند عبد العظيم بقول لكم متنسوش اللايك. باي باي.